في خبر جديد وقبل ساعات فقط من انطلاق جولة مشاورات مرتقبة في إسبانيا حول ملف الصحراء، قام وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف بتحرك دبلوماسي لافت في العاصمة مدريد. ووفق المعطيات المتداولة، عقد الوزير الجزائري اجتماعا رسميا مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس، حيث تناول اللقاء علاقات التعاون الثنائي إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء. ويأتي هذا التحرك في توقيت حساس، تزامنا مع تقارير تحدثت عن إعادة تنشيط مسار الحوار السياسي حول قضية الصحراء بعد فترة من الجمود، من خلال لقاءات مرتقبة تضم وزراء خارجية المغرب والجزائر وموريتانيا إلى جانب أطراف أخرى. كما أعلنت الخارجية الإسبانية أن مدريد شهدت لقاءات منفصلة مع عدد من وزراء خارجية المنطقة في إطار مشاورات تمهيدية قد تتبعها اجتماعات إضافية خلال الأيام المقبلة. هذا الحضور الدبلوماسي في هذا التوقيت يسلط الضوء على أهمية المرحلة الحالية، ويعكس تحركات سياسية متسارعة قبيل مناقشات مرتقبة قد تحمل تطورات جديدة في مسار الملف. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في أخبار قادمة.